عندنا مسارين في الإسلام. عندنا المسار الدعوي الذي مقصوده الهداية وطرقه السلام، يعني الجانب الدعوي لا يستخدم معك السيف ليقنعك بأنك لابد تسلم، لا، جانب الدعوي هنا نعم حتى نفصل، إنما هو جانب إنما هو كلمة حواري جانب حواري، أخذ ورد وكذا. لماذا؟ جميل. لأن الدعوة الله سبحانه ما طالب الناس إنه والله تكرههم على الدين، لا إكراه في الدين. فأنت دعويا لست مطالب كداعي إلى الله سبحانه وتعالى إنه والله إما يسلموا وإما تقتلهم، لا. جميل. هذا جانب. ثم ينتقل بك الإسلام من الحالة الدعوية، عندما تكثر الحالة الإسلامية ويكثر المؤمنون، ينتقل بك إلى مفهوم آخر اسمه مفهوم الولاية، اللي هو تنظيم العمران البشري على وجه الأرض. هنا الآن ما صرت أنت أقلية، لا، أنت صرت حالة وصرت أكثرية في البلد وصرت وجود وكذا، وعندك قوة. الإسلام ينقلك هنا من حالة الدعوة السلمية الهادئة الإقناع إلى منطق سلطة، لا، منطق دولة. الدولة بطبيعتها تملك أدوات الإكراه كما يقول، هذا محل اتفاق إنه لا دولة ولا سلطة وهي لا تملك إيه؟ لا تملك أدوات الإكراه. فهنا يأتي الإسلام ليفرض نظامه السياسي ويفرض شريعته العامة على الكل. طيب يا سلام. طيب أنتوا والله تريد أن تفرضوا علينا شريعتكم، نقول لك في حدود، في جانبك العقائدي، في جانبك الأسري، في تقاليدك الخاصة ما عندنا معقد، ما نتدخل، ما عندنا معقد، اعبد ما شئت، ما شئت. نعم. لكن تحترم لنا النظام العام. نعم. أنت لا تستفز الناس في الإطار العام، لا تحاول أن تخرج على المنظومة الكلية، ولا تصد عن سبيل الله، ولا تصد عن سبيل الله، ولا تشوه الإسلام، ولا تتآمر على نظام الدولة المسلمة بأي شكل. هنا إذا خضعت للنظام السياسي في ولايته العامة، نعم، وسلمت له بأنك أنت مواطن من المواطنين، هنا هذا العقد الذي نسميه بعقد شنو؟ بعقد الذمة.